اهلا وسهلا في حلقه جديده من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم في كل ما هو متعلق بالفلوس والبيرسونال فاينانس وحالتك الماديه. وفي الحلقه النهارده عايزين نتكلم على اكتر سؤال انت فكرت فيه في حياتك والمعضله اللي كل الناس بتفكر فيها، وهو سؤال بسيط جدا: ابدا منين او ابدا ازاي؟ كل الناس نفسها تعمل فلوس، نفسها تحسن حالتها الماديه. اصعب حاجه في الموضوع ده واصعب حاجه في انك تاخد اي خطوه في حياتك هي البدايات دايما صعبه، وده لاسباب كتيره جدا احنا هنتكلم عنها دلوقتي. ولكن الهدف من حلقه النهارده ان انت تفهم ليه انت مشتت او ليه انت مش عارف تبدا منين، وثانيا تفهم ان دي حاجه كلنا بنمر فيها بلا استثناء. مفيش اي بني ادم في العالم ما كانش مشتت وقت لما كان عايز يبدا ما كانش عارف يبدا منين. وثالث واهم حاجه هقول لك الخطوات اللي انت هتعملها علشان تعرف تبدا منين انك تعمل فلوس او تحسن حالتك الماديه. فتعال نبدا باول حاجه خالص، وهو السبب ان السؤال ده بيجي في دماغك. وعلشان افهمه لك خليني احكي لك سيناريو بسيط جدا. انت دلوقتي نفسك تعمل فلوس وحسيت انك متشجع للموضوع ده، فبدات تعمل بحث اونلاين وقلبت في يوتيوب، فلقيت فيديو بيتكلم عن مجال معين. قعدت اتفرج على الفيديو ولقيت ان المجال بجد حلو قوي، يعني لقيت ان فكرة المجال ده اللي بيعمل فلوس حلوة جدا وشكلها ذكية جدا وشكلها بتعمل فلوس. الراجل اللي بيعمل فيديو بيقول لك انه عامل فلوس وكمان بيعلمك الموضوع بيتعمل ازاي. والفكرة انت حسيت ان فكرة المجال دي لايقة جدا على شخصيتك وعلى مهاراتك، فقررت ان لا، انا والله انا هتعلم المجال ده وهبدا اعمل فلوس منه، واخيرا خلاص هشم نفسي وابقى مليونير. واللي بيحصل ان انت فعلا بتبذل المجهود وبتبدا تتفرج على فيديوهات كتيره وتبدا تاخد كورسات كتيره في المجال وكده، ومع الوقت بتكتشف ان ايه ده، هو المجال شكله بقى صعب ليه كده. يعني في الاول كنا متحمس وكان شكله لذيذ وسهل وكان مخك مبين لك وكأن في طريقه وخطه هو راسمها لك عشان تنجح، ولكن انت لما ركزت شويه لاحظت انه الموضوع صعب والموضوع ما طلعش سهل زي ما انا كنت متخيل. فتبدا قبل ما تاخد قرار ان خلاص هتستسلم مش هتكمل، سبحان الله وانت بتقلب على يوتيوب من الاحباط طبعا، فلقيت فيديو تاني جديد من شخص تاني خالص، وشخص شكله محترم جدا وشكله شاطر جدا وعنده متابعين كتير قوي كمان، وبيكلمك عن مجال تاني خالص، مجال انت عمرك ما سمعت عنه، برضه بيعمل فلوس، والراجل برضه بيقولك ان هو عمل فلوس كتيرة من المجال ده. فقعدت تقرا اكتر عن المجال ولقيت ايه ده، المجال ده عبقري، المجال ده حلو جدا وبيعمل فلوس كتيره وفعلا فكرته ذكيه قوي. مش بس كده، المجال ده احسن بكتير من المجال الاولاني اللي انا كنت بفكر فيه. لا انا هسيب المجال الاولاني وهخش اجرب في التاني، انا اصلا ما توفقتش في الاولاني فهجرب في التاني وهنجح المره دي. وبتبدا فعلا تتحمس وتشتغل وتبدا تشتري كورسات وتتفرج على فيديوهات، وبعد فتره بيحصل نفس الحاجه. ايه ده، المجال شكله بقى صعب فعلا. ايه ده، انا عايز ابدا اقرا كومنتات اكتر، الاقي ايه ده، طب ما في ناس غيري شايفه ان المجال صعب. ايه ده انا شفت فيديوهات على ناس بتقول ان المجال ده خلاص بقى زحمه او مات او كده. واضح ان الراجل اللي بيدي الفيديو هو اللي نصاب، لان الناس اهي مجتمعه ان المجال صعب، مع ان خلي بالك في كومنتات بتقول ان المجال سهل وعامل فلوس منه، ولكن انت ما ركزتش عليهم. وبرضه قبل ما جيت تحبط على طول وتقفل من الحوار كله، جالك فيديو تالت بمجال جديد، وبعدها فيديو رابع وخامس وسادس، والدايره دي والدوامه دي عمرها ما بتنتهي غير لما انت بتقوم تقفل الانترنت وتقول كل الناس اللي بتتكلم عن الفلوس اونلاين نصابين. طيب اللي انا وصفته دلوقتي ده احنا عدينا فيه كلنا، مرينا فيه كلنا، حتى انا مريت فيه، وحتى انا وصلت لمرحله ان انا كنت بقول على الناس دي نصابه وان فعلا ما فيش حد بيعمل فلوس اونلاين. ولكن هو الامر الواقع إيه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي بيحصل ان دي حاجه يعني مشهوره جدا، جراف مشهور جدا، ان انت لما بتبدا في اي موضوع بتبدا بحماسه عاليه قوي، وبعد كده لما بتتعرف تاخد معلومات اكتر عن الموضوع بتبدا تحبط لانك بتلاقي الموضوع اصعب بكتير قوي من ما انت تخيلت، لحد ما بتوصل لنقطه تحت خالص، اسفل نقطه، وهي النقطه دي اللي انت يا اما بتقرر فيها تسيب المجال ده، يا اما بتقرر فيها انك هتدوس على نفسك وهتلاقي الحلول. واول ما بتدوس الزقه دي بتبدا تطلع تاني وتبدا تعمل فلوس. دي النفس البشريه، احنا لما بنمر في اي حاجه بنمر بالشكل ده، وبنسبه 80% كلنا في اقل نقطه تحت دي بنسيب المجال وبنروح مجال تاني وبنعمل نفس الكيرف وهكذا. احنا دلوقتي عايزين نحط ايدينا على الحيطه او البارير اللي واقف بينك انت واقف بينك ونقطه البدايه اللي هي نقطه ابدا ازاي. احنا لو هنفسر الكلام ده كله في حاجه واحده، هي فكره ان انت مشتت. هو فعلا في مجالات كتير جدا بتعمل فلوس. لو واحد سالني انت بتعمل فلوس ازاي، انا ممكن اقول لك على الاقل، انا عن نفسي ممكن اقول لك على الاقل 20 طريقه تعمل بيها فلوس، يمكن 30 طريقه كمان، وفي غيري عنده 30 طريقه تانيين، وفي غيري عنده 100 طريقه و200 و300 و400. في كميه طرق توصلك لنفس الهدف او نفس الوجهه، وهي الفلوس او النجاح ايا كان ايه هو.
ده مش معناها لو في طريق معين بيوصل فعلا، مش معناها ان بقيه الطرق ما بتوصلش، ولو في طريق معين صعب مش معناه ان هو ما بيوصلش، ولو في طريق معين فعلا ما بيوصلش والراجل نصاب مش معناها برضو ان بقيه الطرق ما بتوصلش ونصابه. هي المشكله كلها ايه؟ المشكله كلها ان انت مشتت، ان انت عايز تطلع بره كده وتبدا تبص على الطرق كلها وتبص على الناس ماشيه في كل طريق وتشوف والله هنا في ناس اكتر، طب انا همشي مع الناس الاكتر عشان هنا ناس قليله فاكيد المكان ده مش صح، او ايه ده هنا ناس قليله فالمنافسه قليله فانا هروح هنا بسرعه، او الناس دي شكلها ماشيه اسرع بكتير ودول شكلهم ماشيين بطيء في الاول، لا انا هروح مع السرعه عشان اوصل اسرع، وتكتشف مع السرعه هو احنا ليه بدانا نبطأ كده يا جماعه في ايه، فتكتشف ان الموضوع كان صعب قدام وهكذا. فاحنا اللي انت محتاج تفهمه ان انت مشتت، هو ده الموضوع كله. وعشان كده عايزين دلوقتي نخش في اهم نقطه اللي هي تريحك نفسيا بعد كل الكلام اللي انا قلته اللي هو اصلا بيوتر الواحد، وهو ان والله العظيم كلنا مرينا في ده، والله العظيم اي حد بيتفرج على الفيديو ده مر في اللي انا بقوله، وانا شخصيا مريت في اللي انا بقوله، واي حد يقولك انه ما مرش في الموضوع ده ما يبقاش انسان، ما يبقاش انسان، لان الانسان دي طبيعته، هو مخلوق كده، مخلوق كده علشان يسعى ويعدي المراحل دي ويوصل، وان النجاح ما يكونش سهل قوي فيكون في طعم للحاجه والكلام ده كله، فده طبيعي جدا. وده يدخلنا على الحته اللي بعد كده في الحلقه، ودي اهم حته، هي ايه الخطوات اللي انت المفروض تاخدها علشان تبدا، اللي هو من الاخر رد لسؤالك ابدا ازاي او ابدا منين. اول خطوه معانا خالص هي ان انت تبص على نفسك قبل ما تبص على الطرق والمجالات والفلوس والهدف اللي انت عايز توصل له. بص على نفسك انت دلوقتي كبني ادم، انت مين وايه اللي بيشكلك، ومن الاخر كده ايه القيمه او الفاليو او السكيل او المهارات اللي موجوده فيك انت. انا ليه بقول لك الكلام ده؟ لان دلوقتي لو في مثلا، يعني هدي مثال عبيط شويه، لو في مثلا طريق معين، الطريق ده معمول من رملة، وفي طريق تاني معمول من اسفلت، وفي طريق تالت معمول مثلا من ازاز مكسور، وانت مثلا معاك عربية، هل بالعربية دي هتمشي على الاسفلت ولا هتمشي على الرملة ولا هتمشي على الازاز المكسور؟ في الاغلب هتختار الاسفلت. ليه؟ لان الرملة انت تغرس فيها، والازاز المكسور غالبا هيفسرك الكاوتش بتاع العجل، شيء منطقي جدا. فانت علشان عارف التركيبة بتاعت الكاوتش بتاع العربية فاخترت الموضوع ده. طيب انت دلوقتي لو لقيت ان الطريق الاسفلت زحمة لان معظم الناس ماشيين في طريق الاسفلت، هل ده معناها انك هتختار تمشي على الازاز المكسور؟ لا، الاجابة هتكون دايما لا، لان العربية ما تمشيش ابدا على الازاز المكسور، مستحيل تمشي عليه. بس انت ممكن تفكر تمشي على الرملة، وهنا هتبدأ تسأل اسئلة تانية لنفسك. طب هل العربية بتاعتي 4x4 فيها دفع رباعي فلو مشيت على الرملة مش هغرز مثلا؟ هل العربية بتاعتي الكاوتش بتاعها كبير قوي والعربية عالية ففعلا اقدر امشي على الرملة؟ هل هي مصممة لده ولا لا؟ وساعتها بناء على التحليل الشخصي لنفسك او لعربيتك هتختار، هتقول والله انا مش هقف في الزحمة دي، انا همشي في الرملة. وفي ناس فعلا هتكون ماشيه في الرمله، انت مش هتكون لوحدك، ولكن الناس دي اختارت الطريق ده. طب مين اللي هيبقى ماشي في الازاز؟ اللي ماشي في الازاز حاجه من الاثنين، يا اما واحد والله هو راكب مثلا بالدوزر فهو ولا هيتاثر بالازاز، بالعكس هو بياخد الازاز معاه وهو ماشي، يا اما واحد تاني مستعد انه يضحي بكاوتش عربيته وبرجليه وكمان ينزل دم من رجله ويقطع جزمته ويشربه علشان يوصل للهدف من الطريق ده. احنا مش بنقول دي حاجه صح ولا غلط، يعني ملناش دعوه هي صح ولا غلط، بس هو راجل قرر ياخد ده وهو دي طريقه شغله، وده يعني 1% من الناس. فعشان كده اللي بحاول بقى نرجع له في الموضوع، انت لازم تقيم نفسك، تعرف انت مين بكل بساطة. عشان نقلبه على حتة الفلوس دي، هل منطقي ان انت تبدأ المجال ده فتح كلام كده بقولك انت محتاج رأس مال 100,000 جنيه عشان تبدأ فيه؟ مش منطقي، انت معكش 100,000 جنيه النهاردة، فما فيش اي منطق هيقولك انك يوم ما تتزنق هتروح المجال ده. عمرك ما هتمشي على الازاز لو انت معكش جزمه مخصوص للمشي على الازاز. فطول ما انت مثلا ما معكش 100,000 جنيه مش هتقول لي والله انا هبدا في الدروب شيبينج، انت معكش اصلا فلوس بتاعته. فده كده نوع من انواع ان انت بصيت على نفسك، فهمت والله طب انا معايا راس مال ولا لا، طب انا معايا مهارات ايه عشان ابدا فيها وهكذا. وبرده الهدف ان احنا في الاول والاخر كل المحتوى اللي على الانترنت اللي بيعلمك ازاي تعمل فلوس هو بيتمحور حوالين كونسبت واحد بس، هنعمل عنه حلقه منفصله. والناس للاسف حتى اللي بيتكلموا على الفلوس منهم انا ما بنبقاش فاهمين ان ده الكونسبت. يعني هو الكونسبت اسمه مونيتايزنج يور سكيل، انت معاك مهاره، ازاي المهاره دي نعمل منها فلوس. للاسف اللي احنا بنحاول نعلمه للناس ازاي تروح تكتسب مهاره بتعمل فلوس. اللي انت مش قادر تفهمه ان انت لو بصيت في المرايه هتلاقي كميه مهارات ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيها هي اصلا بتعمل فلوس، هي انت ربنا خلقك ينفع تعمل فلوس. انت
جهاز، انت مكنه بتصنع فلوس، تقدر تعمل ده. فهي الهدف مش ان احنا نبص بره على المهارات اللي بتعمل فلوس نكتسبها، مع ان ده اوبشن على فكره، ولكن الاسهل بكتير انك تبص على المهارات اللي جواك ونشوف ازاي نعمل فلوس منها هي، لان اي مهاره ينفع نعمل منها فلوس. وده اللي مطلوب منك من خلال ان انت تعرف ايه اشطر مهارات عندك او انت شاطر فيها. انت مثلا لو بتشتغل وظيفه، ايه السكيلز اللي عندك، ايه الخبرات اللي عندك اللي ممكن تديها للناس. لان الفلوس مش لازم تتعمل بشكل ان والله انا متعلم فوتوشوب دي مهاره فانا هقدمها، لا، ممكن اكون انا متعلم فوتوشوب فانا بدي كورس فوتوشوب بعلم الناس المهاره دي، ده برضو طريقه، وهكذا. وهنا نخش على تاني خطوه بكل بساطه، ان انت دلوقتي بعد ما انت عرفت المهاره بتاعتك وعرفت انت عايز تمشي في انهي سكه، انت محتاج تختار مجال واحد بس. الانترنت هتعمل عليه بحث طويل جدا عن الطرق اللي بتعمل فلوس، وهتلاقي طرق كتيره جدا. هتلاقي بقى فريلانسنج، اي كوميرس، دروب شيبينج، افيليت ماركتنج، اي اي اوتوميشن، مش عارف ايه، حاجات كتير قوي. انت بناء على المهاره اللي انت حددتها هتلاقي نفسك في واحده منهم، وبنسبه 70-80% هتكون الفريلانسنج، ولو حتى بشكل مختلف، لان انت طالما معاك مهاره هتقدمها للناس. هو الموضوع بالبساطه دي. كون بقى ان بالصدفه المهاره دي هي الذكاء الاصطناعي، فانت شغال في مجال سموه الاي اي اوتوميشن، هي في الاول والاخر خدمه او مهاره بتقدمها للناس، فمش فارقه. كون ان انت مبرمج فبنيت ابلكيشن، انت قدمت الخدمه بتاعتك بشكل ابلكيشن بدل ما انت قدمته بشكل PDF فايل، يعني مش فارقه. هي في الاول والاخر كله بيتمحور حوالين فكره سيرفيس بتقدمها للناس. فانت هتشوف اكتر بزنس موديل لقيته اونلاين شغال معاك. انا في الحلقه دي مش جاي اقول لك البيزنس موديلز، لان هي اتقالت في مليون فيديو قبل كده. انت بس محتاج تدور عليهم كلهم وتعمل البحث بنفسك وتتعب وتلاقيه، وتختار اكتر بزنس موديل ناجح ليك انت، يشتغل معاك انت كويس قوي. وهنا بقى نيجي عند اهم معلومه، تلاقي اكتر حد موثوق فيه او انت تثق فيه في المجال ده. خلينا نتكلم في نقطتين. اول نقطة، في ناس كتير قوي بيتكلموا على الانترنت. تاني نقطة، مش ضروري كل الناس نصابة، العكس. انا كمان بقول ان في الاغلب ما فيش حد نيته وحشة. ده رأيي يعني، ومن حقك تعترض. انا رأيي ان فيش حد نيته وحشة، محدش بيصحى الصبح بيقول احنا ازاي هننصب على الناس. بس الناس ممكن تكون مش فاهمه بني ادم معين، او ممكن بني ادم معين مش فاهم الحاجه اللي هو بيقولها قوي، فهو غلطان انه يتكلم بدري. ولكن اللي انا بحاول اوصله لك ان كون ان في ناس كتير قوي وفي معلومات كتير قوي، انت لازم تدور على اكتر شخص انت تثق فيه، وانت هترتاح للشخص ده واسلوبه وكلامه. لان مش كلنا هنتفق على نفس البني ادم، وده شيء طبيعي جدا. فانت تلاقي الراجل اللي مكيفك انت، اللي مديك المعلومه اللي انت شايفها دي منطقيه، وانت اللي تقيم هل هو راجل نصاب ولا لا، او بيضحك عليك ولا لا. ليه؟ لان اي حد في الدنيا هتخش على فيديوهاته وهتلاقي ناس بتقول عليه نصاب وناس تانية بتقول عليه احسن واحد في العالم. فانت اللي لازم تاخد القرار بنفسك، مش بناء على كلام الناس، ولكن بناء على تحليلك لشخصيه الراجل اللي قدامك ده. ودي مهاره لازم تكتسبها، ازاي تحلل هل اللي قدامك ده فعلا صادق ولا لا. فده طبعا مش هتعرفه غير بالخبره، وغير بان انت تبص على ناس كتيره مختلفه. وانا دي اعملها خطوه لوحدها في حته تبدا ازاي، لان هي اصلا معضله. كميه الميس انفورميشن او الفولس انفورميشن اللي موجوده على الانترنت مهوله، فالناس بقت بتخاف اصلا تبدا في اي حاجه، لان هي خايفه يضحك عليها. مع ان لو فكرت، هو النسبه الاكبر من الناس ناس نيتها حلوه على الاقل. مش هقول لك هم يدوا معلومه حلوه او صح، بس نيتهم كانت حلوه على الاقل. وهنا بقى نخش على ثالث خطوه معانا، وهي ثالث خطوه معانا ان هي تركز في حاجه واحده بس. الخطوه دي هي سبب ان انت ما عملتش فلوس لحد النهارده مش عارف تبدا. هي فكره التشتيت. خلينا اديك مثال بسيط جدا. انا النهارده يا سيدي شغال كوبي رايتنج فريلانسر. حلو، يعني انا فريلانسر شغال في مجال الكتابه. انا دلوقتي ممكن اعمل فلوس بان انا اقول للشركات يا جماعه انا بقدم خدمه الكوبي رايتنج، اللي عايزها يقول لي ويدفع لي فلوس على الخدمه. فده اول طريقه. تاني طريقه، انا ممكن اعمل كورسات بعلم الكوبي رايتنج، دي طريقه. تالت طريقة، أنا ممكن أعمل بلوج بالكتابة وأعمل منه فلوس بجوجل أدسنس. رابع طريقة، أنا ممكن أعمل فيديوهات على يوتيوب وأعلم الناس برضو الكوبي رايتنج وأعمل فلوس. شايف الأربع طرق اللي اتكلمت عليهم دول؟ خلي بالك الكورس مثلا اللي أنا قلتها واحدة من الطرق دي ممكن تبقى أونلاين متصور جاهز، ممكن يبقى أوفلاين بنزل في مكان وبديه، ممكن يبقى أونلاين لايف، يعني أنا كمان بديه لايف أونلاين. ففي 3 طرق لنفس الطريقة، فإحنا كده زودنا فوق الأربعة دول 3 كمان، إحنا معانا 7 طرق. وفي طرق تانية كتير، ممكن اكتب كتاب عن الكوبي رايتنج 8 وهكذا. ده ديجيتال برودكت طبعا. فاحنا دلوقتي بنتكلم في 8 حاجات مختلفه في الكوبي رايتنج. طيب هل انا كفريلانس كوبي رايتنج الموضوع خلص هنا؟ لا. ليه؟ لان انا فريلانسر، انا شغال فريلانسر وجبت عملاء وكده. طب ما انا ممكن اعلم الناس الفريلانسنج، طب ما انا ممكن اعلم الناس الفريلانسنج بشكل كورس او بشكل محتوى او. فاللي انت هتكتشفه ان مجرد مهاره واحده عندي انا قدرت احولها ل 15 مصدر دخل مختلف.
مش بس كده، انا ممكن اعمل تجاره اي كوميرس ببيع فيها مثلا كراسه وقلم للكوبي رايترز لو هم بيكتبوا مثلا في كراسه مثلا يعني، فانا كده دخلت في سكه التجاره في الاي كوميرس وهكذا. اللي عايز اوصله لك ايه؟ كل دي طرق صحيحه وبتعمل فلوس وافكار ذكيه جدا. انت طالما لسه ما بداتش ولسه بتسال ابدا منين، كل اللي انت محتاج تعمله انك تركز في حاجه واحده بس. انت لسه بتبدا. فكره التنوع ده وانت بتبدا غلط، فكره غلط جدا. ما تسمحش لحد ان هو يقول لك التنوع ده. هتلاقي على فكره الناس اللي يعني عندهم مصادر دخل كتيره وبقى لهم سنين في المجال زيي، هتلاقيني بنزل فيديوهات بقول لك لازم يبقى عندك مصادر دخل متنوعه ولازم تشتغل على كذا حاجه. ده للاسف كلام غلط لواحد لسه بادئ. يعني انا هو بعترف ده كلام غلط لواحد لسه بادئ، لان انا اللي خلاني اوصل للنقطه دي ان انا لما كنت لسه بادئ كنت مركز في حاجه واحده بس، اجيب عملاء يطلبوا مني شغل كوبي رايتنج. فضلت مكمل في ده لحد ما عملت كذا مليون، يعني عملت كذا مليون بده. بعد كده لما لقيت نفسي تعبت من الشغل، انا بقى اللي محتاج اعمل حاجه جديده، محتاج اوتوميت، محتاج اعمل بيزنس، محتاج اخليها كورس. هي دي هنا بيبدا مخك يشتغل. فكره انك تنط على طول للحته البعيده او لكذا حاجه في نفس الوقت ده غلط في البدايه. فعشان كده بقول لك ركز في حاجه واحده بس. لو انت قررت انك هتقدم المهاره بتاعتك اللي انت طلعتها في الاول بشكل الفريلانسنج كمثال، ركز في الفريلانسنج فقط لمده سنه سنتين لحد ما انت تستهلكها كأنك عصرت جبت اخرها، انت مش قادر تكمل فيها. وعايز اقول لك انا لما كنت شغال فريلانسر في الكتابه، انا اشتغلت على فكره يعني ما يقارب 10 سنين بكتب شغال فريلانسر كوبي رايتر. فانا قعدت كتير قوي، يعني مش بقول لك سنه سنتين. انا وصلت لمرحله انا بكره الكتابه، وانا اكتر حاجه كنت بحبها في حياتي هي الكتابه. لما وصلت للمرحله ان هي بقت توكسيك بالنسبه لي، ساعتها قررت لا، انا محتاج اسيب بقى الموضوع ده وابدا الاقي طرق تانية ادخل فلوس. فعشان كده بقول لك ده طبيعي وده اللي انت لازم تعمله. نيجي بقى على تالت حاجة احنا اتكلمنا فيها فمش هحرق فيها كتير، هي فكرة مونيتايزنج السكيل بتاعتك. انا في المثال اللي فات اديتك تقريبا 15 طريقة مونيتايز نفس المهارة الواحدة بتاعتك، وهو ده اللي انت محتاج تتعلمه. ازاي المهارة اللي عندي دي اقدر اعمل من خلالها فلوس. اي مهاره في الدنيا في طرق كتيره قوي نعمل منها فلوس، واسهل طريقه نعمل منها فلوس ان انت تعلم الناس المهاره، لان انت على الاقل متعلمها. فاسهل طريقه ان انت تعلمها، وتاني اسهل طريقه ان انت تقدمها للناس. فدي طريقتين، مش هحرق هنا اكتر لان دي حلقه لوحدها بجد. محتاجين نتكلم على الاقل نص ساعه لحته مونيتايزنج يور سكيل. ده كورس ممكن يبقى اصلا كورس 20 ساعه ولا حاجه. وهنا نخش لاخر خطوه عندنا خالص، وهي الخطوه البديهيه اللي على قد ما هي بديهيه جدا وانت عارفها، على قد ما انت ما بتعملهاش ومش هتعملها، وهي ان انت تشتغل. الناس للاسف بقوا بيبذلوا المجهود الاكبر في كل الكلام اللي فات. انا محتاج اعرف مهارتي، انا محتاج افهم الفريلانسنج، محتاج اخد كورسات، ولكن بيقللوا وبيهمشوا فكره ان انا محتاج اشتغل. اللي اكرم لك في كل الكلام ده ان انت تخش سوق العمل وتخبط وتحاول تجيب عميل وتحاول تجيب شغل وتحاول تقدم على 100 شغلانه وهكذا. انا مش عايز اقول لك كميه الاستشارات اللي انا عملتها بالصدفه الاسبوع اللي فات ده اللي انا بصور فيه الحلقه دي، وان الناس تقول لي انا احبطت، انا حاولت، المجال ده مش شغال ومش عارف ايه. والله العظيم جميع الناس اللي قالت لي كده لما اتكلمت معاهم وصلنا لنفس المشكله، وهي ان هم مش بيشتغلوا كفايه. يعني ايه؟ مثال بسيط جدا. انا في فريلانس اكس بقول للناس، اي حد عايز يتعلم فريلانسنج بقول له انت محتاج تقدم على 30 ل 50 وظيفه في اليوم الواحد على مواقع العمل الحر، من 30 ل 50 في اليوم الواحد. فانا مثلا جالي واحد قال لي انا بقالي 3 اسابيع عمال بحاول اجيب عميل ومش جايب عميل في المجال بتاعي، فواضح ان المجال مش جايب همه. قلت له طيب انت بقالك 3 اسابيع، يعني بقالك 21 يوم، انت قدمت على كام شغلانه؟ يعني لو انا متذكر قال لي انا قدمت على 50 شغلانه في ال3 اسابيع. قلت له طب انت بتتكلم معايا ليه؟ يعني احنا اتفقنا عليه، احنا قلنا 50 شغلانه في اليوم، يعني انا متوقع منك تقول لي انا قدمت على 1050 شغلانه في ال3 اسابيع دول. هو قال لي انا قدمت على 50 بس. وهو في مخه على فكره، هو الراجل مش وحش، هو في مخه هو شايف انا تعبت، انا والله قدمت على 50 واحد، وده رقم كبير لما تحسبها. انا زمان ما كنتش بقدم خالص، دلوقتي قدمت على 50 واحده، ده ما شاء الله عليا، صح؟ ولكن هي ما بتشتغلش كده. اللي فعلا بيوصل الشخص اللي قدم على 1050 وظيفه، واللي بيوصل اسرع اللي قدم على 2000 و3000 و4000. مع العلم ان انا فاهم ان احنا لو انت حسنت شغلك، يعني هو كان في مشاكل مثلا في البورتفوليو وفي البروفايل وفي البروبوزل، في مشاكل تانية لو حسناها مش مضطر يبعت ل1000 واحد، بس طالما احنا ميديوكر في كل حاجه حتى في المهاره بتاعتنا، فعلى الاقل نلعب لعبه الارقام. انا لما ابعت ل1000 واحد ويرد عليا منهم 10، ومن ال10 دول اخيش مع 7 والاند 3 في الاخر، اهو جبت
جبت 3 في اول شهر، جبت 3 عمله، انا ما كنتش بجيب عمله، دلوقتي دخلت فلوس. فهي على الاقل لعبه الارقام دي موجوده. فهي النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، لازم تشتغل ولازم تجتهد ولازم تتعب. انا بشوف فيديوهات الفتره دي بتنزل بصيغه don't work hard work smart، ما تشتغلش بصعوبه، ما تشتغلش يعني هارد ورك، اشتغل بذكاء. وانا مع ده، يعني انا اكتر شخص كسلان وبيلاقي طرق ان هو يخلص الشغل بشكل اذكى واسرع. ولكن في مرحله لازم تتعب في شغلك، ما ينفعش نقول ان مفيش تعب. وانا الفيديوهات دي بشوفها من ناس اجانب يعني غير مسلمين، فهم ما عندهمش فكره السعي عامه، هو عنده فكره الهاسلنج، وهي الحنكه، يعني ان انت نحاول نطلع فلوس من اي حته حتى لو حرام مش فارقه. ده ما بياكلش عيش عندنا. انت لازم تسعى ولازم تشتغل ولازم تفهم ان هي منافسه، ولازم تحط مجهود كبير جدا، لان انت في الاول والاخر مالكش غير السعي بتاعك، والنتيجه في الاول والاخر على ربنا سبحانه وتعالى. فتاني نرجع لنفس النقطه، لازم تشتغل يا حبيبي، لازم تتعب، لازم تحط المجهود، لازم تبدأ دلوقتي، لازم تشتغل طول اليوم، لازم تشتغل صبح وبالليل وظهر وعصر لو عايز توصل للهدف ده. خلي بالك لما اقول تشتغل، عشان في ناس بتبقى في مخها يعني انت ناسي الدين وناسي صلة الرحم وعمال تقول للناس اشتغلوا. ملهاش علاقة. لازم تشتغل في الدين، ولازم تشتغل في صلة الرحم، ولازم تشتغل في الحياة مع الناس اللي حواليك، ولازم تشتغل في شغلك، لازم تشتغل في كل حاجة. الفكرة ان انت من ساعة ما تصحى لحد ما تنام لازم تكون بتجتهد في كل حاجة وبتتعب فيها، حتى لو الحاجة دي هي الراحة النفسية. انا محتاج راحة فهجتهد في الراحة، انا هسافر سفرية حلوة، انا هنام نومة حلوة، انا مش عارف ايه. لازم تجتهد في كل حاجة في حياتك. ما ينفعش كل حاجة نعملها نص نص وفي الاخر نقول هو انا ليه حياتي ما ظبطتش في الاخر. يا ترى الغلطة كانت فين؟ يا سيدي الغلطة من عندك. بس كده، اتمنى تكون الحلقة دي وصلت لك، اتمنى تكون فهمت معنويا نبدأ ازاي. طبعا في ارض الواقع بيبقى فيه خطوات كتيرة بناء على المجال اللي انت اخترته، ولكن ان شاء الله دي نبقى نتكلم فيها في حلقات تانية قدام. شكرا جدا لكل الناس اللي استمعوا للبودكاست ووصلوا للاخر. وطبعا لو عندك تاني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير والكلام الجميل ده كله، وتكتب اي فكرة حلقة انت عايزها في الكومنتات تحت علشان نناقشها قريبا ان شاء الله. واشوفكم في الحلقة اللي جاية.